السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى متتبعين تحياتي لكم جميعا. في هذا الفيديو كنشارك معكم روتيني ديالي البسيط. اليوم تقدى ليا ولدي من السوق، أول مرة كنعطيه فلوس يمشي يتقدى. ايوا انا بارطاجي معكم اليوم ان شاء الله شنو طيبت العشاء وشنو جاب ليا جاب ليا كيلو مطيشه وكيلو بصله. صراحه ما كنكترش القضيه لان السويقه كاينه حدايا الحمد لله، يعني عورة الدار وقبته ديال القزبر والحامض واللحم وشنو مازال والتفاح. كيلو ديال التفاح. بديت كنعطيه باش يتقدى باش يولي يتعلم ويعرف شويه المسؤوليه ديال الزمان وديال، يعني مزيان انكم تبقاو مره تعطيو ولادكم يتسخروا ولا واخا تمشوا معاهم اللي كانوا صغار يبقاو يتقداو تتعلموهم، يعني بهذيك الطريقه باش كيتعلموا الوليدات كيخرجوا مطورين وكيعتمدوا على انفسهم. يعني بنادم ما غاديش يامن على الزمان، ما يعرف وقتاش تجيب دائما، ولا الوليدات يكونوا عارفين كل شيء شنو بنادم كيشري شنو كيحط شنو كيخلي هكا احسن كنظن انا والله اعلم. صافي هنايا بطاطا كانت عندي كما كتشوفوا شريت شي بطاطا، شريت رقيقه شحال هذه اكثر من سيمانه وبقات عندي. صراحه ما كنطيبش مرقه بزاف، صافي مني كريت ما بقيتش كنطيب، ماشي بحال كي كانت عند الوالده كانت كطيب دائما. صافي يعني المرقه اصلا كطلع في الراس، يعني كنديرها انا مره في السيمانه، وديك بطاطا بقات تمايا حتى جبدتها عاود اليوم. ايوا من هذا المنبر بغيت نشكر الناس اللي كيدخلوا عندي، الناس اللي كيدعموني. شكرا لكم بزاف، الله يسهل عليكم. يعني ملي كنقول الدعم فالمعنى ديالو الدعم باي طريقه، يعني حتى ولو تعليق، حتى ولو كلمه زوينه، بارطاج، لايك، بارطاج، اي حاجه اي حاجه، المهم الكلام الطيب صدقه. انا كنخاطب الناس الواعيين رقاة العقول، وطبعا يعني الاشخاص اللي كيكونوا عندهم ما يدار وكيجيو كيعلقوا شي تعاليق لا علاقه وتعاليق سلبيه، وعند بالهم بانهم غاديين يضرونا ولا غاديين. فنقول لكم من هذا المنبر انكم غير كتحفوا الحجره او كتكبوا الماء في الرمله، لانه ماشي ساهل باش تنوض اولا تنوضي تعقد شي انسان اللي هو داز من بزاف ديال المواقف في الحياة وبزاف التجارب، يعني كما تنقولوا مرمطت الدنيا وداز من المواقف صعيبة وظروف قاسية بزاف ومن الطفولة وتحمل مسؤولية كبيرة، وصعيب على واحد الشخص ولا واحد الشخص غادي يجي يدخل ويلوح عليه كلام ويمرضو نفسيا. علاش؟ لانه اول حاجة انا عارفة اش كندير، وعارفة داكشي اللي غيخدم ليا واللي ما غيخدمش ليا، وهاد القناة انا ما درتهاش حتى الله اللي عالم بالظروف ديالي واش ندوزت، والحمد لله. حتى شي انسان ما تيبغي انه يغامر في واحد المكان ولا يشهر نفسه ولا يبين امور شخصيه ولا الا انه عارف الظروف ديالو. كل واحد عنده الظروف ديالو وهو عارف اشنو كيدير. يكفي انك يعني ما تتعدى على حد ولا تهضر في حد ولا تاخذ حاجه الناس ولا تقذفهم ولا تهضر فيهم، ولا اخيب حاجه هي اذيه الاشخاص، انك تعدى على الناس، تعدي على الناس طلي تهضري فيهم، هذا دارت هذه فعلت هذه، وتحط الباطل قلتي النميمه وتلاقي السلوكه والسرقه الناس واخذ اشيائهم. فهاد الشيء الحمد لله والشكر لله، انا ما كنقيس حد، ما كنهضر في حد، ساد عليا داري نهار وما طال مقابله غير داري وولادي، ولا انا صورت ولا درت شي حاجه فهاد الشيء كيخصني انا في حق نفسي فقط.
والحمد لله. أيوا بما أنه ندير فيديو ما شاء الله مازال كاين فيه ما يتقال، فما غاديش نخلي الفيديو يمشي في الصمت، فأنا غادي نبقى ندردش معاكم طبعًا إن شاء الله. نعطيكم شي، يعني طبعًا الناس اللي مهتمين كاينين، ماشي الجميع اللي غيكون مهتم بهذا الموضوع اللي غنهضر عليه دابا. 4 الأشخاص يقدروا يجوا صدفة للفيديو تاعي يقدروا يستافدوا، كتعرف يعني كلشي ممكن. فدابا أنا غنهضر على موضوع ديال القناة ديال اليوتيوب. أنا على القناة ديالي شخصيًا، والناس اللي بغاو ياخدوا بالفكرة ياخدوا بها. هنايا بغيت نقول بأنه اللي بغات دير شي قناة ولا اللي بغا يدير شي قناة في المستقبل، فكننصحكم، يعني شناهي النصيحة الوحيدة اللي غنعطيكم، أنكم ديروا المحتوى ديالكم. أوكي، يعني المحتوى أصلي، محتوى ديال صاحب القناة، لأنه أنا ما كنعطيش معلومات من أماكن أخرى، ولا أنا كنعطي معلومة شخصية، تجربة شخصية بصفتي. أنا دوزت في القناة عام ونص ديال اليوتيوب، يعني مني تنقول لكم عام ونص، فأنا دابا هاد القناة اللي أنا دابا عندي دابا ضربت فيها سنة، ولكن كانت عندي تجربة من قبل وباءت بالفشل. علاش؟ لأن قال لك من الغلط كيتعلم الإنسان. أنا سبق لي كانوا عندي 2 قنوات قبل هاد القناة، دوزت فيهم نص عام، كل قناة دات ليا بعض الوقت. القناة الأولى درت فيها شي غلط مشات، القناة التانية أنا اللي ضيعتها بيدي. علاش؟ لأني ما حفظتش المعلومات ديالها. يعني أول حاجة غيدير الإنسان اللي بغا يدير شي قناة، فنصيحة ليك أو نصيحة ليكي أو ليك، أول حاجة غتبدا بيها إن شاء الله خاصك توثق المعلومات ديال القناة ديالك. غادي دير كتاب أولا أماكن مؤمنة وتحفظ فيها الجيميلات والمعلومات ديال الرقم يكون موثق ومسجل بسميتك، باش هكذا ما توقعش ليك الخطأ اللي وقع ليا. أنا درت قناة وخدمت عليها حتى حققت فيها الشروط، لكن فاش تهرس ليا التليفون ديتو يتصايب عند المعلم فورماطا بالغلط، مشى ليا كلشي وأنا ما حافظاش المعلومات ديال القناة، وما نعاودش ليكم شنو داز عليا. الحمد لله فيه خير. دابا غنقول لكم المعلومة الثانية، هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثانية شناهي؟ المحتوى يكون أصلي، يعني محتوى ديالك دير فيه تبان فيه ما تبانش فيه، قصة ديالك، موضوع ديالك، الله ما يدار ما شاء الله. فأنا ما نكذبش وعندي عادي جدا، فأنا ما قريتش وما علمني حد، هذا الشيء كله وصلت ليه بفضل الله سبحانه وتعالى. يلا أحبائي، إن شاء الله الفيديو الجاي نهضر لكم على الموضوع مزيان. دوزوا بخير إن شاء الله.